الا كنتي كتعتذري بزاف وكتفسري بزاف وكنتي كتخافي من ردود الفعل ديال الناس، راه غالبا عندك مشكل ديال الحدود، ماشي مشكل ديال الشخصية. واش عمرك قلتي نعم وانتي باغية في القرارات نفسك تقولي لا؟ عمرك سكتي باش غير ما تقلقيش شي حد؟ عمرك درتي مجهود على حساب راحتك وفي الاخير حسيتي براسك فارغة؟ اليوم غادي نتكلم ليك على واحد الموضوع كيبدل الحياة كاملة، اللي هو موضوع الحدود. الحدود ماشي أنانية، والحدود احترام، واللي ما عندوش حدود كيضيع راسو بشوية بشوية. أنا كوتش لايا، وغادي نوريك اليوم في هذا الفيديو كيفاش تبني حدود قوية بلا خوف، بلا ذنب، بلا ما تخسري نفسك. فخليك معايا إلى آخر الفيديو ويلا نبداو. بزاف ديال الناس ما عندهمش حدود، ماشي حيت ما بغاوش، ولكن حيت تعلموا العكس. تعلمنا نكونوا مزيانين، ما نقولوش لا، نتحملوا، نديروا الخاطر الناس، ما نقلقوش الناس. لكن ما علموناش كيفاش ما نقلقوش راسنا. الطفل اللي تربى على إرضاء الآخرين كيكبر وكيولي ما عارفش راسو فين هو. إلا لقيتي راسك كتعتذري بزاف، كتخافي تقولي رأيك، كتفسري بزاف، كتقلقي من ردود الفعل، كتقولي نعم ومن بعد كتندمي، راه هادشي كيدل على حاجة وحدة: انتي كتقدمي راحة الناس على راحتك. وهنا خصك توقفي، حيت الثمن غالي. الحد راه ماشي حيت كتبنيه، الحد ماشي عدوانية، والحد ماشي قساوة. الحد هو هنا كنوقف، هاد الحاجة ما كتناسبنيش، هاد الشي كيوجعني، هذا ما غاديش نقبله. الحد هو لغة احترام مع الذات ديالك، واللي كيحترمك غادي يحترم حدودك. خصك تعرفي هاد الحقيقة: الناس اللي كانوا كيغضبوا من الحدود ديالك راه كانوا مستافدين من غيابها. منين كتبداي تقولي لا كتبان التغيرات، وكيبان شكون باغي العلاقة وشكون باغي السيطرة، وماشي كل شي خصو يبقى. وكيفاش تحطي حدود بلا ما تشرحي وبلا ما تحسي بالذنب؟ هو انك ما خصكش تبري بزاف، ما خصكش تعتذري على الاحساس ديالك. جمل بسيطة وقوية ممكن انها تنفعك: انا ما مرتاحاش لهاد الشي، ما نقدرش دابا، هاد الشي ما غاديش يناسبني، غادي نفكر في الامر. الحدود القصيرة هي الاقوى. غادي نعطيك واحد التمرين قوي اللي غادي يغير لك فعلا حياتك ويخليك انك توضعي حدود. ديري هاد التمرين: كتبي اسماء الناس اللي كتحسي معاهم بالتعب، وحده كل اسم كتبي فين كتعدى الحدود، اشنو خصو يتبدل، اشنو الجملة اللي خصك تقولي. هاد التمرين كيخرجك من الضباب وكيخليك تشوفي الحقيقة. راه ممكن يجيك احساس بالذنب، ولكن ما خصوش يوقفك. قولي مع راسك: هاد الاحساس ماشي حقيقة، الذنب غادي يمر، راحتي ماشي انانية. كل مرة كتختاري فيها راسك كتضعفي صوت الذنب وكتقوي صوتك الداخلي. بغيتك تسمعي هاد الكلام مزيان ومن قلبك، ما عندك حتى التزام، تكوني سهلة على حساب نفسك. الناس اللي باغينك بصح غادي يحترموا حدودك، واللي ما احترمهمش ما كانوش باغينك، كانوا باغين غير الوصول ليك. الحدود معمرها كانت كتفرق الناس، والحدود كتفرق الصح من الغلط. واختاري تقلقي الناس شوية ولا تضيعي راسك كامل. من اليوم قولي لا بلا خوف، قولي نعم لراحتك، حيت راحة بالك هي أغلى حاجة عندك. قبل ما نسالي هاد الفيديو بغيتك توقفي لحظة مع راسك وتسمعي راسك ماشي الناس، حيت الحقيقة اللي خصك تعرفيها هي هادي:
انتي ما تولدتيش باش تكوني سهلة، ولا باش تكوني متاحة ديما، ولا باش تفضلي راحة الناس على حساب راحتك. السنين اللي دازو انتي كتقولي نعم وفي قرارة نفسك باغا تقولي لا، كتعتذري على الاحساس ديالك، كتسكتي باش غير الناس ما يتقلقوش. راه ما دازوش بلا ثمن كان طاقتك، هدوءك، راحة بالك، وحتى احترامك لراسك. الحدود كيديروها الناس اللي تعلموا يحبوا راسهم، واللي ما قدرش يحترم حدك راه ما قدرش يحترمك. وخليني نكون واضحة معاك، الناس اللي غضبوا مني كتبداي تحطي حدودك ماشي حيت انتي تبدلتي، ولكن حيت ما بقاوش قادرين يستافدوا منك كيف ما قبل. من اليوم ما خصكش تبري بزاف، وما خصكش تشرحي بزاف، وما خصكش تخافي من الفقدان، حيت اي علاقة كتطلب منك تختفي باش تبقى هي ما عمرها كانت علاقة صحية. اختيارك دابا واضح، يا اما تعيشي في الارهاق الصامت، ولا تختاري نفسك وتحملي شوية عدم الراحة في البداية. هي في الحقيقة صعيبة، ولكن راه هي الطريق الوحيد للسلام الداخلي. الحدود ما كتفرقش الناس، صح، الحدود كتغربل، كتخلي اللي باغي كيبقى، واللي باغي غير يوصل ليك يمشي. من اليوم قولي لا بلا خوف، قولي نعم لراحتك، وقفي بثبات، وحطي حد بهدوء. وإلا حسيتي بالذنب ذكري راسك، الذنب إحساس ماشي دليل أنك غلطانة. انتي كتستاهلي تحترمي، كتستاهلي تسمعي، وكتستاهلي تكوني مرتاحة في حياتك. وهذا القرار اللي خديتيه اليوم قرار أنه تختاري نفسك، أنك تحطي حدود، أنك ما تبقايش صغيرة في عيون الناس، راه واحد من أقوى القرارات اللي تقدري ديريه. حطي حدودك من اليوم، واحمي روحك، وخلي اللي ما قدرش يحترمك يمشي بسلام. حاولي تسمعي الفيديو مرة وزوج بهدوء، وخلي الكلمات توصل ليك. راه الحدود ماشي أنانية، الحدود حب الذات. وإلا عجبك الفيديو ديري جيم، خلي لي تعليق أشنو أصعب حد خصك تحطيه دابا، واشتركي في القناة وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. اختيارك لراسك هو بداية حياة أكثر سلام. وإلى فيديو جديد، دمتم ومن تحبون بألف خير. شكرا.